Alors, quelles sont les opportunités qu'ont les organisations de défense des droits de l'homme? Je voudrais peut-être dire quelques mots sur les trois pistes ou les trois domaines dans lesquels ces ONG peuvent intervenir. D'abord, évidemment, il y a les rapports que l'État remet périodiquement, tous les 4 ou 5 ans, aux différents comités d'experts que mettent sur pied les traités relatifs aux droits de l'homme qui ont été conclus au sein des Nations Unies et qui sont des comités d'experts indépendants élus par les États partis à ces traités. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels étant l'exception, puisque là c'est le Conseil économique et social des Nations Unies qui élit les membres de ce comité. Et donc ces comités reçoivent des rapports des États, examinent ces rapports en tenant compte d'un ensemble d'informations disponibles indépendamment des rapports que les États eux-mêmes ont remis. تنظم الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الإنسان هذا المؤتمر الدولي أولا من أجل مناقشة والتداول حول قضايا حقوق الإنسان بالمغرب والخروج بالعديد من التوصيات والمقترحات للعديد من الجمعيات الحقوقية الوطنية، وكذلك من أجل دراسة مدى علاقة حقوق الإنسان بالمواقف السياسية، خصوصا أمام ما شهدته الساحة الحقوقية الدولية من قرار البرلمان الأوروبي الذي اعتبرناه قرارا لا يخدم قضايا حقوق الإنسان بالمغرب. هذا المؤتمر سيعرف لأول مرة مشاركة المقرر الأممي المعني بمناهضة الفقر في المغرب، حيث يؤكد من خلال كلمته على أهمية ودور المجتمع المدني وانفتاحه على الآليات الحقوقية الدولية، وهي تأكيد من الأمم المتحدة بأن الجمعيات الحقوقية المغربية متواجدة متفاعلة تتابع قضايا حقوق الإنسان، وبالتالي فلا داعي لأي هيئة سياسية دولية أو إقليمية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. هذا المؤتمر سيعرف أيضا مراجعة ومناقشة الوضعية التنظيمية للرابطة، وكذلك الإعلان عن تأسيس الرابطة الدولية للمواطنة وحقوق الإنسان كإطار حقوقي يشتغل على القارة الإفريقية وعلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان والانفتاح على باقي دول العالم وفتح فروع في العديد من البلدان العالم من أجل مواكبة القضايا الحقوقية والوطنية في العديد من البلدان. أهمية ديال هذا اللقاء تنعقد في واحد الظروف اللي كما كتعرفوا فيها واحد التعالي ديال واحد المجموعة ديال الدول يعني على المغرب في مجال حقوق الإنسان، اللي بطبيعة الحال حنا كحركة حقوقية وكمنظمة حقوقية اللي تناضل من الداخل وتناضل من أجل سيادة دولة الحق والقانون، ومن أجل كذلك إقرار حقوق الإنسان في جميع التشريعات الوطنية وتكون ملائمة للمواثيق الدولية، باش نقولوا لهؤلاء الناس اللي بغاو يعطيونا دروس، ومن خلال المشاركة أساسا ديال مقررين أمميين في مجال حقوق الإنسان وضيوف كيمثلوا حركة حقوقية وطنية ودولية، على أن المغرب والمغاربة بالخصوص والمغربيات ما محتاجينش شي حد يعطيهم الدروس في مجال حقوق الإنسان، وهما النضال يعني هذا ورثناه كمغاربة أبا عن جد، إما من أجل التحرير أو إما من أجل الإنسان أو من أجل الأرض والبيئة.